مرتبات الميديا باير في مصر كام؟ مرتبات الميديا باير في مصر كام؟ عشان ما اضحكش عليك. الفترة الأخرانية في ناس كتير مصريين، مع احترامي ليهم طبعا، ناس محترمين وكل حاجة، فاتحين شركات في السعودية وفي الإمارات وفي قطر وفي كل دولة، ويجي طبعا يوهمك يقول لك لا أنا هديك 5000 جنيه، هديك 7000 جنيه. يا راجل أنت بتهزر. أنت لما عميل يكلمك زي ده وهو مصري وعايش بره، قول له حضرتك أنا هقبض بالدولار، ولو بالمصري يبقى تحسبها بالدولار وتضربها في 50 عشان تعرف أنت هتقبض كام. مش اي حد يضحك عليك يقول لك اصل انا هديك 5000 جنيه، اصل انا هديك 10000 جنيه وانت فرحان قوي يا 10000 جنيه. يبقى ايش هو معايا 3 عملاء واخد من كل عميل 3000 درهم. تمام، انت بتتكلم في 9000 درهم، يعني بتتكلم في 100000 جنيه. وفي طلاب عندي بييجوا يعيطوا يقول لي يا حضرتك انا بعد ما خدت عنك الكورس جه لي واحد مصري عنده شركه في السعوديه يقول لي هديك 5000 جنيه. فانا بقى هقول لكم النهارده مرتبات الميديا باير كام، من اول الجونيور لحد المتوسط لحد المحترف. نبدا بقى بالجونيور، من خبره سنه ل5 سنين بيمسك منصتين بس، العميل الواحد ب $50. اما الخبره المتوسطه من 5 سنين ل10 سنين ده من 3 منصات ل4 منصات، العميل الواحد ب $100. وطبعا بيخش فيهم اعلانات جوجل. خبره بقى فوق ال10 سنين 4 منصات، يعني سناب شات، يعني تيك توك، يعني فيسبوك، يعني اعلانات جوجل، العميل الواحد بيوصل ل $250. اي حد هنزل لك عن الاسعار دي ما تصغرش من نفسك ولا تقلل من نفسك. الهندي والباكستاني بياخد اكتر منك وشغلهم وحش جدا. اعمل منشن لصاحبك وقول له فوق لنفسك قبل ما حد يضحك عليك. كان معاكم عمر ياسر، صاحب شركه مونستر ماركتنج اكاديمي. احجز وقت الكورسات، وعندي كورس 50% لاعلانات جوجل.